ازيكم؟ اهلا بيكم في قناه ريحانه. انا منى محمد. النهارده معانا تركه عن الصلصه. طيب، اتكلمت قبل كده عن الصلصه وقلت لكم ان احنا لو حفظناها كويس في التلاجة هتقعد مده طويله معانا ومش هتبوظ. ده بالنسبه لبطرمانات الصلصه. بس انا النهارده بقى جايه وعندي حاجه صايعه جدا هتخليها تقعد معاكم. بصوا بقى، كتير 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 اكتر من الطريقه دي. على فكره طول ما برطمان الصلصه فتحته وهو في التلاجة هو على طول كده بيخلص ومش بيبوظ ومش بيجراله حاجه. بس تاكيدا بقى على الموضوع وعشان يقعد معانا فتره اطول، لو انتي عندك صلصه مثلا كتير، او لو انتي كمان عامله طماطم عاملاها صلصه. مناسبه ان الطماطم اليومين دول ولعت فجاه. ف تعالوا بقول لكم هنعمل ايه. بصوا حلوين، هنجيب اسمه ايه ده بتاع مكعبات التلج ده، وهنحط الصلصه جوه. هنفضي برطمان الصلصه جوه بتاع ده، قوالب التلج دي. تمام، انا هوريكم الفكره ازاي. بصوا بقى، بصوا ثانيه واحده، حاجه ناشفه هنا، صلصه ناشفه. بصوا، مفيش مشكله خالص. هناخد الصلصه وهنحطها جوه قالب التلج كده. عندك بقى اكتر اقل، شوفوا بقى الكمية اللي انتوا عايزينها اعملوها. بصوا بقى على الجمال. طلعي بقى وهو متلج كده، خدي لك مكعب 2 وهيبقى منتهى اللذاذة. بصوا، منتهى اللذاذة. خبطي كده عشان يبقى منظم وبس. حاجة كمان ممكن تعملوها للي حابب بقى اوبشن اكتر، ان احنا ممكن نحط اعشاب جوه القوالب دي. نحط زعتر، ريحان، شوفوا انتوا اكتر حاجه بتحبوها ايه. ممكن تعملوا كده تبقى بيرفكت، تاخدوا منها على طول. انتوا عارفين ان انتوا حاطين فيها حاجات عطريه، فهتبقى حلوه جدا جدا. انا بس ناخد بق ايس كوفي. لذيذه، جربوها يا رب تعجبكم، وابعتولي قولوا لي لو عايزين نجرب تريكس تانية كتير. واشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو الجاي. بس بليز اعملوا لايك وشير الفيديو ده. كمان اللي اول مره يشوفني بليز اعمل سبسكرايب، واشوفكم على خير الفيديو الجاي. باي باي.